السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي حبيباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. أخواتي اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة تاع الكيك. الكيكة هذه أكثر من رائعة. أنا معتمدتها تقريبا دائما، هذا الكيك اليومي اللي دائما يخرج ناجح وما شاء الله. نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجابكم وتنجح معكم. أخواتي، أول حاجة صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي، نمر مباشرة لتحضير هذا الكيك. مباشرة إلى مقادير وطريقة التحضير. أنا هنا عندي 4 حبات تاع البيض، لأن البيض حجم صغير. نتوما من يكون عندكم البيض حجم كبير ديروا 3 حبات. أخواتي، أول حاجة نبدأ نحط البيض، نحط الحبة الأولى. من بعد اللي حطيت ال4 حبات تاع البيض غادي نضيف الملعقة الصغيرة هذه تاع لافاني. أخواتي، هنايا لافاني تبغي تستغني عليها معليش تنجمي ديري، خاطر كما راكم تشوفون غادي نحط مبشور الليمون، واذا كانت موجوده عندك ما فيش مشكل. هنا حطيت 9 ملاعق تاع السكر بالملعقه نتاع الاكل اللي راني كنتو تشوف فيها معايا في الصوره. اخواتي، نخفق بالباتور حتى اللي او الضرب الكهربائي حتى اللي يبيض الخليط ويذوب السكر. هنايا عندي 9 ملاعق تاع زيت نباتيه. أنا كل شيء عبرته ووجدته باش هكا ما نكونش ثقلت عليكم في الفيديو. أخواتي، من بعد خفقت هذاك الزيت ضفته لهذاك الخليط تاع البيض والسكر، ضفت مبشور الليمون. مبشور الليمون غادي يعطينا بنة بزاف هايله. هنا أخواتي غادي نضيف هذا المكون اللي غادي يعطيها خفة. هنايا ضفت 2 ملاعق تاع كريم شونتي. كريم شونتي بودرة. أخواتي، هنايا غادي نضيف نصف الكمية تاع الحليب اللي هي 9 ملاعق، غادي نضيف نصف الكمية والنصف الآخر نخليه غادي نضيفه من بعد. وهنايا كنت ما ذكرتش، هنايا كنت درت قرصة تاع الملح. ضروري هاد القرصة تاع الملح دايما نديروها في الكيك. هنا أخواتي نجيب هاد 2 ملاعق تاع المايزينا، 2 ملاعق بملعقة الأكل، كلش بملعقة الأكل، ونضيف عليهم باكي تاع خميرة تاع الحلويات اللي هي بوزن 10 غرام، ونغربلهم ونضيفهم للخليط. لازم المايزينا والخميرة والفرينة نغربلوهم باش نضيفوهم للخليط. هنا غادي نضيف للمسكوتشة تاعنا 10 ملاعق تاع الفرينة، نضيف بالتدريج ونغربل كما راكم تشوفوا. انا درت 2 تاع الملاعق مع هذيك المايزينا والخميرة ونخلط. نجيب فوي أخواتي ونبدا نخلط هذوك النواشف مع بعض. أنا خلاص الباتور خلاص كملنا به الخدمة. نخلطو به غير السوائل. كما راكم تشوفوا هنايا ندخل الفرينة والمايزينا وهذيك الخميرة، ونبدا نضيف فيه هذاك الحليب بشوية حتى اللي نكمل. أنا أخواتي بعد كملت كاع الكمية تاع الفرينة اللي هي 10 ملاعق. ما يكونش عندك المايزينا تقدري ديري 12 ملعقة تاع فرينة، 12 ملعقة تاع الفرينة. أخواتي، أنا من بعد اللي دخلت كاع الفرينة كاملة، هذيك 10 ملاعق تاع الفرينة، غادي نجيب المول تاعي اللي كنت دهنته بالزيت ورشيته بالفرينة. تقدروا تدهنوه بالزبدة وترشوه بالفرينة. ملاحظة، تدهني بالفرينة وترشيه، عفوا، تدهني بالزبدة وترشيه بالفرينة أفضل من الزيت. هذه هي عن تجربة، ما تلصقلكش الكيكة خلاص. وهنايا نبدا نهبط هذيك الكيكة بهذيك السباتول ونخبط هذاك المول حتى اللي تساوي الكيكة في المول. أخواتي، قبل ما تديري الكيكة تاعك تبدي تخلطي فيها تكوني شعلتي الفرن. أنا دخلت الفرن، دخلت الكيكة للفرن على فرن مسخن، طيبتها من تحت ومن بعد شعلت باش حمرتها من الفوق. من بعد اللي وجدت كما راكم تشوفوا طليتها بالمربى تاع المشماش ودرت هذاك اللوز إيفيلي. كان عندي أنا لوز إيفيلي هنايا حمصته ودرت كما راكم تشوفوا التزيين اختياري، نتوما ديروا واش تبغوا. أخواتي، أنا كنت قسمت لكم مرسو باش تشوفوا أخواتي، كانت هذه هي الكيكة أو الوصفة تاع اليوم. كيك أكثر من رائع، نتمنى أنكم تجربوه.
أخواتي جربوا غادي تعتمدوا ما غاديش تستغناو عليه إن شاء الله. إلى فيديو آخر، إلى وصفة أخرى، نقول لكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.